بيبدأ فيلمنا مع صياد بيكتشف جيش من الزومبي وبيكونوا عايشين تحت المحيط، فبيقرر يتعاون مع عيلته وأصحابه علشان ينقذوا العالم من الدمار. بيبدأ الفيلم مع زلزال قوي تحت المية اتسبب في انكسار قاع المحيط، وبنشوف على سطح البحر كابلز بيستمتعوا بوقتهم سوا، والراجل بيطلب من حبيبته تقفل عينيها وبعدين بيطلع خاتم وبيحطه في ايديها وبيطلب منها الجواز. لكن قبل ما ترد عليه فجأة الراجل بيتسحب تحت المية، وبتفضل البنت تبص حواليها ومحتارة حبيبها اختفى فين. وبعدها بشوية الراجل بيظهر على سطح البحر وهو ميت، وطبعا البنت بتفضل تصرخ لكن للأسف محدش بيسمعها. وفجأة بيظهر زومبي أزرق من وراها وبيقتلها هي كمان. وبعدها بنتعرف على 3 أصحاب اسمهم هانتر وري وجادا، وبيكونوا على مركب وسط البحر، وبيشوفوا من بعيد مركب بتولع بسبب الألعاب النارية، فبيقربوا من المركب وهانتر بيساعد المركب التاني وبيطفي معاهم الحريق. وبعدها بيصدر منهم الألعاب النارية لأنه المشرف على المنطقة دي، وبيرجع هانتر وأصحابه للصيد مرة تانية. وريو هنا بيصطاد حاجة قوية جدا، ولما بيطلعه بالسنارة بنكتشف ان هو اصطاد جثة زومبي، وبيكون نفس شكل الزومبي اللي قتل الكابلز من شوية. وجادا بتنزل كاميرا في المية وبتشوف ضوء ازرق جاي من قاع البحر، وهانتر بيروح يتصل بالسلطات وبعدها بيغطي جثة الزومبي، لكنهم ما كانوش يعرفوا ان هو لسه عايش. وفجأة الزومبي بيهاجم جادا وبتتصاب بجروح خطيرة في كتفها، وهانتر بيروح يطعن الزومبي بسكينة، وبيروحوا بسرعة يساعدوا جادا وبيرموا الزومبي في البحر. وفي الوقت ده بنشوف كنز مرات هانتر وبنتهم سام، وبيكونوا قاعدين بياكلوا في مطعم، وهانتر بيتصل بمراته وبيطلب منها تساعده وتنقذ جادا، وده لأنها الطبيبة. وبعدها كنز بتطلب من بنتها ترجع للبيت، وبعدها بتروح لجوزها وبتكشف على جادا وبتطلب نقلها للمستشفى. وريو بيروح للمستشفى مع جادا، وهانتر بيقرر يستنى في المكان ويستكشف ايه اللي حصل في المحيط. وبنتعرف هنا على مأمور المدينة، وبيكون مصمم يروح مع هانتر لمكان الحادثة علشان يكتشف ايه اللي حصل. وبعدها بيروحوا هما الاتنين للمكان اللي الزومبي ظهر فيه، وبيشوفوا ضوء أزرق تحت المية، وهانتر بينزل الكاميرا تحت المية علشان يعرف مصدر الضوء ده جاي منين. وبيشوف انكسارات في قاع السفينة وبيكون موجود تحت المية، والضوء الأزرق خارج من الانكسارات دي، وبيلاحظوا وجود زومبي في المية. وهانتر هنا بيقسم له ان هو قتل الزومبي ورماه في البحر بنفسه. وقتها المأمور بيضحك بسخرية على كلامه لانه طبعا مش مصدق الكلام ده. وفي الوقت ده بيهجم عليهم مجموعة كبيرة من الزومبي، والمأمور بيستوعب ان كلام هانتر كان صح، وبيطلع جهاز اللاسلكي وبيطلب المساعدة وبيبلغ المسؤولين باللي حصل. ومسؤول الشاطئ بيطلب من الناس يخلوا المكان فورا لأن في خطر عليهم. وفي اللحظة دي بيسمعوا صوت انذارات صفارات تسونامي، والناس هنا بتلاحظ ان مية الشاطئ بترجع لورا، وما يعرفوش ان في موجة ضخمة من الزومبي جاية عليهم، وكمان في مجموعة ضخمة من الزومبي بيعوموا تحت المية. وهانتر والمأمور بيتحركوا بأقصى سرعة ناحية الشاطئ، لكن الموجة بتقرب منهم جدا وعلى وشك ان هي تقضي عليهم، وبيهرب معظم الناس من على الشاطئ، وعدد كبير منهم بيقدر ينقذ حياته. والتسونامي ساعد الزومبي ان هم يوصلوا للشاطئ، والمأمور وهانتر هم كمان وصلوا للشاطئ، وكان الزومبي هنا محاوطهم من كل مكان. وكنز بتحط جادا وري في الحجر الصحي لانها لسه مش متأكدة لو الزومبي نقل لهم المرض ولا لا. وبنرجع للشاطئ وبنشوف الزومبي وهم بيهاجموا البشر وبيعضوهم وبيحولوهم لزومبي. وهنا سام بنت هانتر بتكون مع اصحابها وبيدافعوا عن نفسهم من هجوم كائنات الزومبي، وبتحاول تتصل على باباها علشان يلحقها لكنه مش بيرد عليها، فبتهرب هنا هي واصحابها. وبنرجع بعدها للشاطئ وبنشوف المأمور وهانتر وهم بينقذوا الناس وبيقتلوا الزومبي بالرصاص، بس مع الأسف الرصاص مش بيأثر فيهم لكنه بس بيخلي حركات الزومبي أبطأ. وجادا هنا بتتحول لزومبي وبتقوم من على السرير وبتهاجم ري وبتعض واحد من الدكاترة، وري طبعا بيهرب بسرعة. وهانتر والمأمور بيلاحظوا ان الناس اللي اتعضوا بدأوا يتحولوا لزومبي، وطبعا مش بيقدروا يسيطروا على الوضع، فالمأمور وهانتر بيهربوا بسرعة وبيلاقوا عربية وبيروحوا يركبوها، وبيلاقوا كابلز قاعدين وراهم ومرعوبين، فهانتر والمأمور بيقرروا يساعدوا الكابلز. وهنا كنز بتروح تطمن على جادا وبتلاقيها اتحولت لزومبي وبتعض في الطاقم الطبي كله، وخلاص كلها مسألة وقت وكلهم يتحولوا لزومبي. وفجأة جادا بتحاول تهاجمها بس كنز بتقدر تهرب منها، وري بيشد كنز وبيدخلها للأوضة اللي هو مستخبي فيها، وكنز بتكون فاكرة ان اللي بيحصل للناس ده سببه عدوى مرضية، بس ري بيعرفها ان اللي حصل ده سببه الزومبي اللي شافوه في المية.
والزومبي وصل الشاطئ بسبب تسونامي. وبعدها بيوصل هانتر والجماعة اللي معاه لمركز الشرطة، والزومبي محوطهم من كل مكان. فبيدخلوا بسرعة لمركز الشرطة، ووقتها الزومبي بيحاصروا الكابلز، والراجل بلين بيقرر يضحي بحبيبته وبيرميها على الزومبي علشان يحمي نفسه. وطبعا البنت بتتصاب بالعدوى بعد ما اتعضت، وباقي المجموعة بيدخلوا للمركز، وبلين بياخد مسدس الضابط وبيهدده علشان يفتح له مخزن الأسلحة، وده علشان ياخدها ويحمي نفسه ويهرب. وطبعا الضابط بيرفض يفتح له المخزن، وقتها بلين بيقتل الضابط، وهانتر هنا بيروح يضربه لحد ما بيفقد الوعي، وكمان بيكتفه وبيسيبه مربوط. وسام واصحابها بيهربوا من الزومبي وبيستخبوا في جراج السوبر ماركت، لكنهم ما كانوش يعرفوا ان المكان مليان بالزومبي. ووقتها المجموعة بيحاولوا يتحركوا بهدوء علشان يهربوا، بس واحد منهم بيقع على الارض ورجليه بتتلوي. والزومبي هنا بيهجم على شاب من المجموعة، وفي بنت واحدة من المجموعة بتحارب الزومبي بكل شجاعة وبتحاول تدافع عنه، بس العدد بيكون كبير عليها، فالمجموعة بتضطر تنفصل وكل واحد يحارب لوحده. وفي مركز الشرطة بنشوف المأمور وهو بيحاول يتواصل مع أي حد علشان يساعدوه، بس للأسف ما كانش حد بيرد عليه. وفي الوقت ده بيروح هانتر يعمل سيرش على جوجل علشان يعرف معلومات عن السفينة اللي شافها، وبيعرف ان السفينة عبارة عن حاوية مخلفات، لكنهم لسه مش عارفين ايه اللي موجود تحت السفينة. وفي الوقت ده الزومبي بيحاولوا يهجموا عليهم ويكسروا الباب، فبيروح هانتر والمأمور يجهزوا الأسلحة علشان يهربوا من المكان، وبيسيبوا بلين مربوط لوحده في المركز. ولما بيخرجوا بيلاقوا عدد ضخم من الزومبي والأسلحة اللي معاهم مش هتكون كفاية، فهانتر هنا بيقرر يستخدم قاذف صواريخ علشان يخلص عليهم. وبعدها بيركب العربية مع المأمور وبيهربوا من المكان، وأثناء ما هم على الطريق بيقابلهم زومبي ضخم، فخبطوا بالعربية وكملوا طريقهم. بس الزومبي ما ماتش، وفي الوقت ده بتكون سام هربت مع صاحبها، فبيلاقوا هنا صاحبهم فبيركبوا معاه العربية بسرعة. ووقتها صاحبهم بينزل من العربية وبيبدأ يضرب في الزومبي لغاية ما الزومبي بيعضوا وبيخلصوا عليه. وبنشوف بنت المأمور وهي بتجري في الغابة لغاية ما بتلاقي بيت قدامها، وبتطلب من صاحب البيت يدخلها، لكنه بيطلب منها تأكد له ان هي ما اتصابتش بعضة الزومبي. وبعد ما تأكد ان هي سليمة بيدخلها البيت، والبيت بيكون محمي كويس بالسياج والزومبي ما يقدروش يدخلوا. ولما بتدخل للبيت بتكتشف ان صاحب البيت مارتي مخبي حاجة في القبو ومش عاوز يعرفها، واللي هي ما تعرفوش ان هو حب الزومبي وبيعمل عليه تجارب. وبعدها مارتي بيديها تليفون علشان تكلم باباها. وفي الوقت ده بيقدر بلين يحرر نفسه وبيستعد علشان يهرب، لكنه بيتفاجئ بحبيبته قدامه بعد ما اتحولت لزومبي، والبنت بتهجم عليه وبتقتله. وسام وصاحبها بيحاولوا يشغلوا العربية علشان يهربوا، لكنهم مش عارفين يشغلوها، والمشكلة ان الزومبي محاصرين العربية من كل الاتجاهات، وصاحبها كان متصف رجليه ومش هيقدر حتى يطلع يجري. وعلشان كده الشاب بيقرر يضحي بحياته علشان ينقذ سام، وبيطلع على سطح العربية وبيعزف على الجيتار علشان الزومبي يهجموا عليه، وكمان يدي فرصة للبنت علشان تهرب. وفي الوقت ده بيوصل هانتر والمأمور لمكانهم، وأول ما سام بتشوف أبوها بتجري ناحيته، والمأمور بيحاول يضرب نار على الزومبي علشان ينقذ صاحبها، لكنه للأسف ما بيقدرش ينقذه لأن بيكون الزومبي هجم عليه وموته. وبعدها بيركبوا العربية هما التلاتة وبيروحوا للمستشفى علشان ينقذوا راي وكينز. ولما بيدخلوا المستشفى سام بتتصل على مامتها علشان تعرف مكانها فين بالظبط، وهانتر والمأمور بيحاربوا أي زومبي يشوفوه في طريقهم. وهانتر بيقتل الزومبي بأسلاك الكهرباء، والكهرباء بتتنقل من زومبي للتاني وبتخلص على عدد كبير منهم. وبعد شوية بتقدر سام تلاقي مامتها وبتجري عليها، وبيروحوا كلهم يركبوا العربية وبيهربوا. وبيوصلوا بعدها لبيت مارتي، والمأمور بيقابل بنته وبيطمن عليها، وبعدها بيمسك اللاسلكي وبيكلم اسم الشرطة وبيطلب الدعم. والزومبي الموجود في القبو بيقدر يحرر نفسه، وصوتهم بيكون عالي والمأمور بيسمع الصوت ده وبينزل علشان يشوف مصدر الصوت، لكن فجأة الزومبي بيهجم عليه، وكمان بيطلع للدور اللي فوق وبيحاول يهجم على كنز، بس مارتي بيروح ينقذها وبيقتل الزومبي، وبيقول لهم ان الكهرباء افضل وسيلة لقتل الزومبي لانهم عايشين في البحر والكهرباء اكتر حاجة بتأذيهم. واتفقوا ان هم يجذبوا الزومبي للمية وبعدها يكهربوهم، وكمان يفجروا السفينة اللي الزومبي عايشين تحتها. وفي الوقت ده الزومبي بيكونوا قريبين من البيت، وهانتر بيوصل الكهرباء بالساطور بتاعه وبيخرج علشان يقتلهم، لكن فجأة الصاعق مش بيشتغل وكنز بتخرج وراه وبتشغل آلة تقطيع الخشب، وبعدها بيحدفوا كل الزومبي في الآلة وبيموتوا كل الزومبي اللي كانوا قدام البيت، وبيروحوا بعدها يجمعوا الأسلحة اللي محتاجينها ويخرجوا برا البيت وبيقتلوا أي زومبي يقابلهم.
وفي الوقت ده بيحس المأمور بأعراض غريبة بسبب عضة الزومبي، وبيكون خلاص قرب يتحول، فبيطلب من هانتر ان هو يكمل هو والمجموعة وينقذ المدينة وما يعملش اي اخطاء. وهانتر ما بيكونش فاهم هو يقصد ايه بالاخطاء، ووقتها المأمور بيعترف بالحقيقة وبيقوله ان من 30 سنة كان في شركة ادوية بتعمل تجارب على البشر، وحقنوهم بمصل معين، وشركة الادوية دفعت رشوة كبيرة قوي للحكومة، وده طبعا علشان يتستروا على الموضوع ويسمحوا لهم يكملوا التجارب. بس التجربة فشلت لأن المصل ما كانش عدى على اختبارات كافية، وعلشان يتستروا على اللي حصل شركة الأدوية قررت تحبس الناس اللي اتعمل عليهم التجربة في السفينة. وكنز بتعتقد إن الهدف من المصل إن هم يصيبوا الناس بالفيروس ده، لكن الأمور بتخرج عن سيطرتهم علشان كده تخلصوا منهم. وفي الوقت ده بيحصل هجوم من الزومبي، وهانتر بيهجم عليهم بالساطور الكهربائي، وبعدها بيهربوا، وبنت المأمور بتديله قنبلة عشان يفجر نفسه قبل ما يتحول لزومبي. وفعلا ده اللي بيحصل، وبيفجر نفسه وبعدها بيهربوا، وبيقسموا نفسهم لمجموعتين. راي ومارتن ودهان هيروحوا يزرعوا قنبلة في السفينة اللي في البحر، وهيروح هانتر وكنز وسام يجذبوا الزومبي للمية، وبعدها يشغلوا الكهرباء ويقتلوهم. وبيبدأوا تنفيذ الخطة، والمجموعة التانية بتروح علشان ترمي كابلات الكهرباء في المية. وبعد كده بيروح هانتر يركب عربيته وبيشغل أغاني بصوت عالي علشان يجذب الزومبي. وبنشوف المجموعة الأولى في المركب وسط البحر، ومارتن بينزل في المية علشان يزرع القنبلة، والقنبلة دي اسمها C4. بس الزومبي هنا بيظهروا وبيقتلوه، وفي الوقت ده عربية هانتر بتغرس في الرمل، والزومبي العملاق بيحاول يقتله، وبتروح كنز تشيل العربية من الرملة وبتنزل في المية، والزومبي بيروح وراها. وهانتر هنا بيقدر ان هو يضرب الزومبي العملاق ويقتله، وسام بتشغل الكهرباء بس مفتاح الكهرباء بيعلق، والمجموعة التانية بيكونوا خايفين وهم لوحدهم وسط المية والزومبي محاصرينهم. وراي هنا بيقرر يضحي بنفسه علشان تهانة تهرب، وبتنط في المية، وراي بيجذب الزومبي ناحيته، والزومبي العملاق بيقوم مرة تانية وبيهاجم هانتر. وقتها بيمسك الساطور بتاعه وبيقطع راس الزومبي العملاق، وسام أخيرا قدرت تشغل الكهرباء والزومبي كلهم بيموتوا في المية. وراي بيرمي قنبلة C4 في المية وبتوصل للسفينة اللي في القاع، وبيدوس على زرار القنبلة والسفينة اللي تحت المية بتنفجر، والانفجار بيوصل عنده وبيموت. لكنهم بيكونوا قدروا يخلصوا على كل الزومبي اللي موجودين تحت المية وفوق المية كمان، وهانتر وكنز وسام ودهانة هم بس اللي بيكونوا لسه عايشين. بس كده يا سيدي، ودي نهاية الفيلم. ما تنساش لو عجبك الفيلم تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وده علشان يوصلك إشعار بكل أفلامنا الجديدة. يلا أشوفكوا على خير في فيلم جديد. سلام.